السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفحات رمضانية مع القرآن الكريم. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان سر الصبر وكيف يكون طريقك إلى الراحة والسكينة. هل شعرت يوما أن الألم لا ينتهي؟ أن الأحزان تتراكم بلا مخرج؟ لكن هل تعلم أن الصبر ليس مجرد تحمل، بل هو طريقك إلى راحة القلب وسكينة الروح؟ يقول الله تعالى: وبشر الصابرين. تخيل أن الله يبشرك إذا كنت صابرا. لماذا؟ لأن وراء كل ألم حكمة، ووراء كل صبر فرج. اليوم سنستكشف معا هذا السر العظيم، كيف يكون الصبر راحة وليس معاناة، وكيف يحولك من شخص يئن تحت الألم والأحزان إلى شخص ممتلئ بالفرح والسكينة والسلام. القصة الأولى قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، وسر هذا الصبر العظيم، فهذا أعظم درس في الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله، يطرد ويضرب ويهان حتى يسيل دمه. ذهب إلى الطائف يبحث عن قلوب تستمع إلى دعوته، لكنهم سخروا منه حتى أمروا الصبيان أن يرموه بالحجارة حتى سال دمه الشريف. في تلك اللحظة جاء جبريل عليه السلام وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين لفعلت. ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انتقم منهم؟ هل رد عليهم بنفس عدوانهم؟ لا، بل رفع يديه وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا الله، أي صبر هذا، أي تسامح. الصبر ليس فقط احتمال الألم والأذى، بل هو إدراك عظيم وعميق أن الله تبارك وتعالى يدير الأمور بحكمة، وأن الخير آت لا محالة. القصة الثانية قصة أيوب عليه السلام، وهذا الصبر الجميل. هل سمعت عن شخص فقد كل شيء؟ المال، الصحة، الأهل، حتى الأصدقاء. أيوب عليه السلام كان غنيا قويا سعيدا، حتى ابتلاه الله بمرض جعله عاجزا، وفقد كل ماله وأبنائه. سنوات طويلة وهو في الألم، ولكن لم يتذمر، لم يشتكي، بل ظل يقول: الحمد لله، اللهم اجعلني عبدا صابرا. حتى جاء الفرج وشفاه الله تبارك وتعالى من كل أمراضه، ورد له كل ما فقده أضعافا مضاعفة. تأمل، لو كان قد جزع، هل سيحصل على كل هذا التعويض؟ الصبر ليس فقط احتمال الألم، بل هو اليقين أن بعد العسر يسر، وبعد الابتلاء عوض من الله تبارك وتعالى. القصة الثالثة خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وقصة الصبر من قلب العذاب. كان خباب من أوائل المسلمين، لكن المشركين لم يرحموه، فكانوا يعذبونه بأسوأ الطرق. كانوا يشعلون الفحم ثم يضعونه عليه حتى تنطفئ النار من حرارة جسده، ومع كل هذا لم يتراجع عن إيمانه، لم يضعف ولم يجزع،
حتى جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات قوية: كان الذين قبلكم يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، وما يصرفه ذلك عن دينه. ثم بشره قائلا: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله. وفعلا جاء نصر الله وانتشرت دعوة الإسلام، وصار خباب وأصحابه خالدين في التاريخ. يا لها من رسالة عظيمة! الصبر ليس فقط تحملا، بل هو ثقة بأن النتيجة تستحق العناء. القصة الرابعة: الصحابية التي بكت فبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي. كانت قد فقدت زوجها وأصبحت وحدها، وكانت حزينة بشدة. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: اصبري واحتسبي، فإن الله تبارك وتعالى سيعوضك خيرا. لكنها في لحظة الحزن لم تدرك من يخاطبها، فقالت: وما يدريك أنت بما في قلبي؟ ثم أدركت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فخافت واعتذرت، فقال لها بكل هدوء: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما أجمل هذا الحديث! الصبر الحقيقي ليس بعد أن تهدأ العاصفة، بل عند أول صدمة، عند أول لحظة من الألم. وهذا ما يجعل الصبر طريقا إلى السكينة، لأنه يحولك من شخص ينهار عند المصائب إلى إنسان يقابلها بالهدوء والإيمان. وهنا تلخيص سريع لما سبق. أولا، الصبر ليس ضعفا بل قوة داخلية. كلما صبرت زادت قدرتك على مواجهة مصاعب الحياة. ثانيا، كل محنة تحمل معها منحة. تذكر قصة موسى والخضر عليهما السلام، فما يبدو شرا قد يكون خيرا خفيا. ثالثا، الفرج يأتي بعد الصبر دائما، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، فقد نصره الله تبارك وتعالى بعد ذلك. رابعا، عندما تصبر اعلم أن الله معك. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين. خامسا، الصبر يمنحك الطمأنينة، لأنه يجعلك ترى الحياة من منظور مختلف. تخيل لو كنت تعرف الغيب ورأيت أن كل ألم تحملته كانت وراءه حكمة، هل كنت ستحزن؟ كل تأخير فيه خير، وكل اختبار وراءه تعويض. لذلك لا تسأل متى سينتهي الألم، بل قل: يا رب أعني على الصبر وبشرني دائما بالخير. ولنتذكر يقول الله تعالى: وبشر الصابرين. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.